صرفت اعلانات كتير جدا وما حققتش نتائج. طب ما طبعا كلمتكم الفيديو اللي فات عن المعادله ان لازم يكون في ماركتنج قوي قوي وبعد كده اعلانات قويه عشان احقق نتائج. تعالوا بقى اقول لكم الفيديو ده ازاي اصلا يبقى عندك ماركتنج قوي قوي. ببساطه لازم تسال نفسك كام سؤال. اول حاجه، انا مين جمهوري المستهدف؟ خلي بالك مش كل اللي على النت زباين للمنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك، حتى لو المنتج بتاعك بيستهلكه كل الناس زي الاكل مثلا. لان ببساطه مثلا في ناس ما بتحبش السوشي، في ناس بتحبه، في ناس ما بتحبش الفرايد تشيكن، في ناس بتحبه، وهكذا، والعكس صحيح. فاول حاجه لازم احدد الجمهور المستهدف بتاعي. تاني سؤال، انا هكلم بقى جمهوري المستهدف ده بانهي لغه؟ يعني ببساطه انا دلوقتي المكان بتاعي موجود في مكان شعبي شويه او في مكان اي كلاس، انا هكلم الناس بتاعتي ازاي بقى؟ يعني هل هكلمهم انجلش ولا هكلمهم عربي؟ هعمل لهم عروض ولا لا البراندات ما بتعملش عروض؟ هعمل لهم كوميكس كده على البيج ولا هتكلم ميري؟ كل دي حاجات لازم تحددها وفقا لمكانك والناس اللي بتخاطبهم مين. تالت سؤال بقى واللي مهم قوي، انا ايه اللي بيميزني اللي هيخلي العميل يجي لي انا ويسيب اللي جنبي؟ لازم تدور على ميزه عندك وتركز عليها في الماركتنج قوي عشان تظهر نقطه قوتك. رابع سؤال بقى، شكل المحتوى بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى صوره، هيبقى فيديو، هيبقى ديزاين، هيبقى ايه بالظبط؟ عايز نصيحتي؟ خليك في الرياليتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خليك في انواع المحتوى اللي بتظهر الحقيقه، يعني صور، يعني فيديوز، ريلز صغيره، وهكذا. ابعد عن موضوع الديزاينز شويه، لان ببساطه كل الناس دلوقتي عايزه تشوف الرياليتي، وعشان كده هتلاحظ ان اكبر البراندات معتمده على الرياليتي في فيديوهات وفي افكار مختلفه للفيديوهات وفي صور على الحقيقه وهكذا. على فكره ده ايا كان منتجك ايه، لو سالت الاربع اسئله دول وجاوبتهم صح وبدات تنزل كونتنت ومحتوى مظبوط، اعمل يا باشا اعلاناتك براحتك وابدا فيها برضو واحده واحده، مش على طول ادفع ارقام. ابدا تست واحده واحده، هتبدا بعدها تدفع ارقام وهتحقق النتائج اللي اكتر من انت متخيلها كمان.